السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم أمور وللطبخ والأشغال اليدوية. مرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. الوصفة ديال اليوم هي عبارة على كاطو أو كيكة ديال الحروف أو الأرقام، يعني نتوما كتشكلوها على شكل اللي بغيتو، سواء رقم أو حرف، كيبقى الاختيار لكم. كتجي زوينة، سهلة بزاف، ما فيهاش شي مجهود. مهم تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه والمكونات. غادي نبداو على بركه الله بالمقادير. انا خديت هاد لو بسكوي، راه معروف وما كيكونش حلو بزاف، انا اختاريت هذا. يمكن لكم تستعملوا لوتيس، اي بسكوي عندكم ولا كتفضلوا ولا كيعجبكم. الحليب باش نفزق به هذاك البسكوي، الكريمه السائله للتزيين. هذا البوش غادي نحتاجه للتزيين. وبالنسبه باش زينت الكاطو، اي حاجه عندكم في الدار. بالنسبه لي انا كان عندي هاد لي شوكولا في الدار موجودين، هادو العاب ولا داكشي ديال الوليدات، غسلتهم مزيان وغادي نزين بهم. وريدات، وهذا النوع ديال البسكويت هو كان عندي، غادي نزيد من الفوق من الكاطو شويه. التزيين كيبقى على حسب الاختيار وعلى حسب المتوفر عندكم في البيت. انا داكشي اللي كان عندي صراحه هو اللي استعملت، ما زدتش شي حاجه واو، ولا شي حاجه اللي مشيت تكلفت ولا شي حاجه تقضيتها. يعني داكشي اللي كان عندي استعملته، والنتيجه كتكون طبعا زوينه. اهم حاجه اننا نرضيو الوليدات ونفرحوهم بداكشي اللي قدرنا عليه. هنا درت الكريمه وزدت عليها كيف ما كتشوفوا السكر حبيبات، وغادي نطلع الكريمه حتى تولي عاقده. ضروري الكريمه تكون بارده، واحد نص ساعه في الكونجيلاتور، وحتى البول اللي طلعت فيه والخلاط حتى هو. هنا غادي ناخذ البسكوي وغادي نشكله على رقم، انا 6 درت، يعني شكلته على رقم. هنا خديت الكريمه درتها في البوش اول حاجه وجدتها وحطيتها حدايا. خديت البسكوي غادي نديرو كما قلت لكم على شكل رقم 6. كنفزق البسكوي في الحليب وكنشكل بهذه الطريقه كيف ما شفتوا. حصلت على رقم 6، ومن بعد درت هنايا الكريمه كطبقه، يعني تانية فوق البسكوي. غادي نكمل كيف ما شفتوا، نعمر الفراغات، نحاول ما نخليش فراغات، ونزيد طبقه تانية ديال البسكوي. هنا يمكن لكم يعني ديروا جوج طبقات ولا 3 ديال البسكوي والكريمه، لكم الاختيار. يعني العلو ديال الكاطو كيبقى على حسب نتوما شنو بغيتو. انا كنفضل يبقى غير هكا باش ما كيجيش ثقيل وكيتكال. هنا درت طبقه ديال الكريمه من الفوق، والتزيين كما قلت لكم كيبقى على حسب الاختيار. انا درت هذوك الوريدات كانوا عندي ديجا في الدار، هاد لي شوكولا حتى هما كانوا كاينين موجودين. هادوك العاب كيعطي واحد المنظر وصافي. وخديت هاد الشكلاط هو قطعته مربعات وزدته هكا. زدت هذاك الوريده غوز. هنا خديت الشكلاط ذوبته ودرته على شكل رقم 6 كيف ما شفتوا. زدت زينت بهذاك البسكوي، والنتيجه كما كتشوفوا كتجي زوينه وكتعجب الوليدات. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. هنايا زدت ورقه ديال الذهب كاضافه وباش يعطيو منظر كيف ما شفتوا هنايا. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنسونيش دائما بالتعاليق ديالكم الزوينه، ملاحظاتكم وباللايكات ديالكم وبالبارطاج. اكيد بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، مع الناس اللي عزازين عليكم. واكيد ما تنسوش تجربوا الوصفه وتردوا عليا في التعاليق كيفاش جاتكم، واش عجبتكم ولا لا. هي اسهل، يمكن كاطو تقدروا توجدوه في اي مناسبه، عيد ميلاد ولا غير عيد ميلاد، تقدروا توجدوه. سهل بزاف وما كياخذش مجهود او وقت طويل. نتمنى يعجبكم، وما بقى لي غير نقول لكم عواشركم مبروكه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.